تب من ذنوبك في خضوع، وارجع لربك في خشوع. أقلع عن الآثام لا ترجع إليها في خنوع، واعزم على صدق المتاب ولا تفكر في الرجوع. واندم على ما قد مضى، أقبل ولا تك بالجزوع. بادر على رد المظالم ساكبا ندم الدموع. واحذر هواك ولا تكن بمفاتن الدنيا ولوع، فالله يرضي التائبين إذا أنابوا في خضوع. أيها الإخوة الكرام، في هذا الحفل الطيب المبارك الكريم والذي يذاع على مسامع حضراتكم عبر قنوات لؤلؤة صعيد مصر 1 و2 وعبر كبرى وحدات الفيديو العالمية والطائرات الجوية والتصوير الجوي للمهندس حسام شقاوة، من هنا من قرية دهروت أفراح آل عطية، ليلة حناء معالي الدكتور إسلام عبد الله أحمد يوسف. رسول الله روحي في اشتياق وتطلب أن تراك ولو مناما. رسول الله صبري كاد أن يفنى وكاد العمر أن ينصرم انصراما. فمد يديك نحوي واجتذبني لعلي أن أرى ذاك المقاما. رسول الله مدح النبي بهي الوجه يشجيني، وإن ظمأت مدى الأيام يرويني، ويبعد الهم عن قلبي وينعشه، ويشرح الصدر وبالخيرات يأتيني. تقول آمنة لما حملت به قد كان نورا من داخل الأحشاء يناديني، ولا مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلاما منه يهديني. وليلة الوضع جاءتني ملائكة من عند ربي بتهليل تهنيني، تقول يا بنت وهب حملك قمر فاستبشري بقدوم الطاهر الزين. صلوا على رسول الله محمدا تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن. أيها الإخوة الكرام، معنا عالم جليل جميل، خطيب مفوه، صاحب كلمة قوية وآداء راق وعالي، ذو علم متين، رجل دائما ما نحب أن نستمع إلى حديثه ليعلو بهممنا إلى أعلى السماء. رجل نحسبه عند الله عز وجل من الصالحين ولا نزكيه على الله. فضيلة مولانا العالم الأزهري الجميل يلقي علينا كلمة الوعظ والإرشاد الشيخ إبراهيم أبو رجيلة، فليتفضل مشكورا مأجورا.